صباح الخير. الفيديو النهاردة يعني مختلف شوية. بتقولي كذا حد كتبلي اعملي فيديو تعرفي فيه عن نفسك، فتعالوا، مع اني مش عارفة هقول ايه بصراحة، مبعرفش اتكلم اوي عن نفسي، بس تعالوا نجرب يعني، اني بحب اجرب. فقلت اجهز معاكم وفي نفس الوقت اتكلم يعني شوية عن نفسي. يلا بينا. طيب الحتة دي بس مضايقاني، تعالوا كده نثبتها عشان اعرف احط ميك اب وكده. جبت لسه جايبه دول، وبعدين حد قال لي على التيك توك ان اسمها مكرونه الطرحه. مش عارفه، انا موضوع لما الموبايل بيكون بالعرض ببقى مش عارفه بجد ابص هنا ولا هنا، فهتلاقوني مش لسه مش متعوده. ف بصراحه حلوه يعني، حبيت الفكره. انا بحب الحاجات اللي بتحط عموما في الطرحه يعني. فتعالوا كده ايه نثبت، نحاول، عايزه اثبت الحته دي عشان طالعه. وانا هسكت ولا ايه؟ لا حبيبتي اتكلمي، يلا اتكلمي، عرفي عن نفسك. مش عارفه يا جماعه، والله مش بعرف بجد اتكلم عن نفسي، يعني هقول ايه؟ عايزه توسع شويه بس. يعني انتوا عارفين اسمي سلمى اكيد. يعني اكتر كومنتات بيجيلي عندك كام سنه؟ يعني انا 39، بس انا خلاص معتبره نفسي 40. حاسه ان 40 كده ايه اللي هو رقم مميز في حياتي. يعني كنت زمان مثلا اسمع حد يقول 40 احس ايه ده، دي كبيره قوي 40 دي. بس لا، اكتشفت بجد، او يمكن احنا جيلنا دلوقتي ال40 دي بقت بصراحه، لا احنا شكلنا يمكن اصغر من اجيال زمان شويه. ايه رايكم نحط واحده كمان؟ مش عارفه اني لسه ممكن افكها كلها اساسا، بس حاسه اني ممكن احط واحده كمان. فحاسه ان 40 دي كانت بعيده قوي لما جيت لها بقى. لا يعني مش زي ما كنت متخيله، لا عادي يعني. انا حاسه من جوايا ان انا لسه صغيره، بس يعني حابه السن اللي انا فيه دلوقتي. يمكن اكتر سن حاسه فيه ان انا مرتاحه مع نفسي. مش عارفه اظبطها قوي في الموبايل، مش عارفه اظبطها. لي مثلا سنتين حاسه ان انا مبسوطه مع نفسي، مرتاحه، ما عنديش مشاكل زي الاول مع نفسي في حاجات كتير. فلا يعني كل فعلا ما الواحد بيكبر بيبقى تفكيره انضج بكتير يعني. مش حاجه وحشه ان الواحد يكبر، يعني بالعكس انا بشوف انها حاجه حلوه. طول ما الواحد يعني مبسوط او راضي مثلا عن حياته، هو كده في الطريق الصح. سواء انت بقى عندك 20 40 50، طول ما انت راضي بجد بتحس ان انت مرتاح. فتعالوا نعمل ميك اب. يعني انا في العادي بصراحة مش من الناس اللي بتحط ميك اب بشكل يومي، مع اني بحب الميك اب جدا، بس يعني اولا الوقت، تاني حاجة بحب الشكل الطبيعي كده اكتر. يعني مش بحب الشكل ان انا حاطه كده طبقات على وشي. انا اول حاجه بعملها بقيت استخدم اللي هو ده ايفا نياسيناميد. بصراحه انا حباه، يعني عاجبني وبيخلي كده في جلو في البشره. مش عارفه هل بيعالج ولا لا، بس انا حابه الجلو المؤقت اللي بيعمله. بس هو بصراحة في الصيف كان فعلا الدهون بيقللها جدا في المناطق. انا عندي هنا كده التيزون، يعني كان بيقلل جدا بصراحة من افراز الدهون. فاعتقد ان هو هيبقى حلو مع اي حد بشرته دهنية. يعني انا بشرتي مش دهنية، انا بشرتي مختلطة. انا عايزاكم تقولولي بجد، انتم ملاحظين الجلو اللي مديه صح ولا انا بيتهيألي؟ شايفين
عشان ناس كتير بتقولي ايه روتينك. على فكرة انا مش من النوع اللي بستخدم حاجات كتير خالص، بس انا لما بستخدم حاجة بنتظم عليها. يعني ما احبش اجيب حاجة انا مش هنتظم عليها. يعني مش من النوع اللي بجيب حاجات واحطها بقى جنبي وما استخدمهاش، لا. يعني اجيب الحاجة انا عارفة ان انا هنتظم عليها، والسر ان انتي تنتظمي ان انتي تجيبي حاجات قليلة تقدري تستخدميها، مش حاجات كتير. المهم يكون حاجة مناسبة لبشرتك بس. فاكيد انتوا شايفين طبعا انا بجد بحب، يعني انا بحطه اغلب نزولاتي، بحطه وانزل كده خلاص. مجرد بحط بس يعني ليب بالم وخلاص على كده. وعايزه اقول لكم عشان برضه الناس تقول لي روتين بشرتك، مش انا في بوشي فيه عيوب، يعني عندي نمش، عندي حاجات في بشرتي، عندي هنا خطوط، يعني حرفيا بفكر اروح اعمل بوتوكس. بس لسه بصراحة مش عارفة، خايفة. يعني انا من النوع اللي بخاف من الابر والحاجات دي في وشي، بس بفكر جديا اروح عشان خايفة لما اتأخر. سمعت ان انتي لو اتأخرتي ممكن خلاص البوتوكس مش هيعمل مفعول. فبفكر جديا في الموضوع. قولولي كده لو حد ليه تجربة ويقولي هل هو فعلا مفيد وكويس ولا لا. مش عارفة عشان قريت يعني كتير في الموضوع، بس في ناس تقول حلو وناس تانية تقول لا. اكتر حاجة بجد بتفرق في شكل البشرة هي النفسية، والله مش كلام وخلاص. لان انا جت فترة عليا، يعني انا تقريبا مسحت كل الصور، بس لو بجد لقيت صورة هحطها لكم. لا مفيش، لان الموبايل الصور التانية ضاعت عن موبايل تاني يعني. بس لو لقيت اي صورة هحطها لكم. انا كانت فترة نفسيتي كانت وحشة جدا، كان لو شفتوني هتدوني 50 سنة حرفيا. كان شكلي لا صعب بجد. فبجد لما نفسية بتتحسن كل ده بيبان على الوش من غير بقى اي منتجات ولا سكين كير ولا اي حاجة خالص. هدرغي مش مش هنحط حاجة. طبعا انا بكتفي بده لو الجو مش في الحر، يعني مش هحتاج مرطب، لكن اعتقد ان في الشتاء هبقى محتاجة بعد ده مرطب برضه. لو نازلة برضه الصبح بحط اكيد صن بلوك، لان انا بشرتي من الناس اللي بتتأثر بالشمس جدا جدا فوق ما تتخيلوا. كان في حد قال لي طبطبي، يعني استخدمي الصن بلوك بطريقة الطبطبة زي الفاونديشن عشان ما يفرولش. مش عارفة، انا بحس انه كده كان بيفرول، مش عارفة اعمل فيه ايه بصراحة. فنجرب برضه مش هنخسر حاجة. يعني انا شايفة الصن بلوك بتاع يوسولين حلو جدا، بس في مضايقاني فيه انه في ريحة شوية لما بتقرب قوي من عيني بتحسسها. بس غير كده انا شايفاه بصراحة لا، يعني بنزل بيه في الشمس وكده ما زودليش النمش، ولا حسيت ان انا بشرتي اتأثرت بالشمس اكتر من كنت قلت قبل كده في نوع اسمه ايه، نسيت اسمه برضو. ده ميلا تايم. كنت الاول بستخدمه في الشتاء وكان عاجبني، وبعدين لما دخل بقى الصيف والشمس الجامده كده بدات احس لا ده النمش بيزيد، وكأنه بجد ميه ما بيعملش اي حاجه. فمش عارفه معايا انا بس ولا هو فعلا مش بيعمل حاجه، مش عارفه. بس اكتشفت في الاخر ان انا لما اجيب صن بلوك هجيب حاجه غاليه على طول. الاول كنت بستخدم لاروش وكان بصراحه حلو، ولما برضو استخدمت يوسرين برضو حلو. لا يعني استثمروا في الصن بلوك لانه حاجه مهمه، ده وجهة نظري انا يعني. طيب استنى كده البشرة تنشف.
اوكي. كنت بقول لكم بقى اتكلم عن نفسي، ارجع تاني بقى اتكلم. فكروني يا جماعه، فكروني كل شويه عشان انا بنسى. انا عندي زي ما قلت لكم خلاص هنتفق ان هي 40، وعندي الحمد لله ولدين، ربنا يحميهم يا رب ويبارك فيهم. انا اصلا اسكندرانيه، بس بقالي يعني almost 16-17 سنة عايشة في القاهرة. طيب تعالوا اول حاجة اظبط كده حواجبي. الناس اللي بتتكلم وتحط ميك اب دي مع بعض بيعملوها ازاي مش عارفه. كنت بقول لكم ايه، انا نسيت طبعا. قلت لكم قبل كده على موضوع ان انا بحب احط في حواجبي هنا كده كونسيلر عشان بيرفع العين، بما ان انا عيني اسمها ايه مبطنه. وكمان مش هقول مع السن بقى عشان ايه بتقعدوا تقولي سن ايه ومش سن ايه مع بس هي الحقيقه ان مع السن فعلا العين بتنزل يعني، عشان كده بيعملوا العمليات اللي بترفع العين والكلام ده، او بياخدوا حقن او مش عارفه بصراحه، بس هي في حاجه بترفع بتخلي العين تترفع كده شويه، برضه بعملها ان شاء الله في يوم من الايام. بس يعني مؤقتا الموضوع ده بصراحه لا بحسه فارق جدا في العين. انتوا شايفين كده بصوا رفع الحاجب كده اترفع والعين اترفعت. لما بتكون الحواجب تخينة من هنا ما بتبقاش بصراحة حلوة، الأحسن نحاول ايه تخليها كده مسحوبة يعني. عايشة في القاهرة بقالي 16 سنة تقريبا، بالظبط 16. بصراحة كانت يعني انا عارفة ان دايما الاسكندرية بيقولوا ان هم متعصبين وكده الاسكندرية، بس الحقيقة ما كانتش سهلة خالص ان انا اجي اعيش بالنسبة لي انا. يعني اكيد في ناس كتير اسكندرانية عايشين في القاهرة عادي، بس اول لما جيت لا انا تعبت جدا لغاية ما اتعودت على الجو هنا. انا من نوع الناس اللي بحب اسكندرية وبحب البحر وريحة البحر والجو هناك نفسه ليه ريحة كده، الاسكندرانية هيعرفوا الكلام ده. فما جيت اول ما جيت هنا بقى لا كنت حاسة ان انا مش عارفة اتنفس حقيقي. قعدت فترة طويلة لغاية ما اتعودت يعني بصراحة. انا بصراحة مش بشتغل يعني، حاولت كده اعمل حاجات من البيت قبل كده، بس كانت بتاخد من وقت الولاد، فانا عندي بصوا يعني ولادي دول بالدنيا يعني فما بقدرش اقصر معاهم، مش عشان حاجة انا من جوايا ببقى تعبانة نفسيا لما بقصر معاهم، او احس مثلا النهارده انا ما ذاكرت لهمش، انا ما يعني هتحسوني شويه بالنسبه للناس انا ممكن اكون ابان ام اوفر شويه، بس انا بحب ولادي وبحب اعمل معاهم كل حاجه. فلما لقيت نفسي مثلا يعني فتحت مشروع بصراحه للاكل، كان يعني انا بحب المطبخ، فلما فتحت مشروع للاكل كده الصحي فتره لقيت نفسي لا مش قادره اعمل بالانس يعني، فاهمين؟ مش اي حد بصراحه يعني. بالنسبه لي انا ببقى شايفه الست اللي بتشتغل دي عظيمه، لان ازاي بتقدر تعمل التوازن ده. وعارفه ان مش كل الناس بيحسوا نفس الاحساس يعني. انا بالنسبه لي لا، ان انا عايزه من الناس اللي عايزه كل حاجه بيرفكت يعني، عايزه كل حاجه مظبوطه. فكان صعب عليا يبقى البيت متروق ومظبوط، العيال كويسين مع مخلصين حاجاتهم، عامله لهم كل حاجاتهم. كانوا عيالي كمان اصغر شويه من كده لما عملت المشروع ده، وعايزه المشروع بتاعي يبقى كل حاجه برضو مظبوطه، وعايزه كل حاجه انا اللي عاملاها بنفسي وعشان اتاكد انها طالعه زي ما انا عايزه. فكان طبعا لا ضغط عليا جدا وما قدرتش اكمل بصراحه فيه. واكتشفت ان انا مش الشخصيات اللي مناسبه ليها فكره انها تشتغل مع البيت يعني، مش اي حد بيعرف يعمل التوازن ده. فدايما خناقه الست اللي قاعده في البيت ولا الست اللي بتشتغل، دايما الست اللي قاعده في البيت حاسه ان هي ناقصها حاجه، والست اللي بتشتغل برضو حاسه ان هي مقصره في بيتها.
فهي بصراحة هي شخصيات، وهي كل واحد واللي يريحه. يعني في ناس ما بتقدرش تقعد في البيت، وناس يعني بتحب ان هي تشتغل، ما تقدرش لو قعدتيها في البيت شوية بتتعب نفسيا. فهي الفكرة حسب كل واحد فعلا، يعني مفيش قاعدة للموضوع. بصوا انا يتكلم يعمل ميك اب فاختاروا. يعني بصوا الفيديو ده بالنسبة لي فيديو فاشل يا رب ما تزهقوش بس انا هحاول اكمله عشان خلاص ابتديته. بعد كده مش هعمل كده، يتكلم يعمل حاجة، لكن الاتنين مع بعض دي لا. انا لسه قايله لكم بس بص انا بناقض نفسي، لو لسه بقول لكم انا ما بعرفش اعمل يعني حاجتين مع بعض، او اعمل حاجات مع بعض بس تكون حاجات ليها علاقه ببعض. يعني ما تكونش يعني لو واقف في المطبخ اعمل كذا حاجه اوكي باخد وقت طبعا بس بعمل. لكن لو حاجات بعيده عن بعض زي دلوقتي المفروض اعمل ميك اب واتكلم، لا مش عارفه اركز. يعني حاجتين عايزين تركيز فمش لا مش انا ولما بنتكلم عن موضوع الشغل وكده بتعصبني قوي الرجاله اللي بتقول للستات اللي قاعده في البيت وانت قاعده بتعملي ايه؟ ما انت قاعده ما بتعمليش حاجه طول النهار. والحقيقه بجد اللي مجرب قعده البيت مع الولاد وكده وشغل البيت عموما هيعرف انها حاجه مش بالسهل خالص، ومش اي حد يعرف يعملها. ان انت تفضلي قاعده انت فول تايم بجد قاعده بين 4 حيطان بتعملي كل يوم نفس الحاجات بالظبط، ما بتشوفيش حد. يعني قولي مثلا الست اللي بتخرج بتشوف ناس، بتتكلم مع ناس، بتغير جو شويه عشان ترجع عندها شويه طاقه لولادها. لكن الست اللي قاعده في البيت حقيقي بتتعب من كتر اللود اللي عليها، ان هي شايفه بقى الحاجه حواليها. انت ممكن عارفه لو الدنيا مكركبه ونزلتي فانت مش شايفه الموضوع. لكن لما تكوني قاعده بقى في البيت وهو مكركب فطبعا انت طول الوقت دماغك شغاله، انا لازم اقوم اخلص اللي انا شايفاه ده. غير ان انت ده بياخد من وقتك، انت ما بتعرفيش تخرجي، ما بتعرفيش تقابلي ناس. يعني الموضوع مش سهل بصراحه، والرجاله مش فاهمه حاجه هو انا شخصيه عموما متحيزه للمراه عشان نكون متفقين يعني. بكون يعني بعمل صح عشان حقيقي مش شايفه. انا مش من النوع اللي برسم قوي، انا بس بملى فراغات، وهي عندي الصراحه كتير شويه. ودي طبيعه حواجبي، يعني ده مش انا اللي مبوظاها ولا اي حاجه، هي طبيعتها كده من زمان. ف يعني بحاول بس املى الفراغات. واعتقد ان كلنا عندنا حاجب وحاجب صح، يعني ما اعتقدش ان في حد حواجبه الاتنين زي بعض ابدا لازم هيبقى فيهم واحد ده غير التاني. يعني صح زمان ما كنتش متصالحة مع حواجبي خالص، دلوقتي خلاص لا اتصالحت بقى معاها، يعني بقت بالنسبة لي تمام، ما بقاش عندي مشكلة يعني. بس برضو ما انزلش من غير ما يعني لازم اظبطها، يعني عمري ما انزل من بيتي غير وانا مظبطاها، لدرجة انا بصحى من النوم اصلا اظبط حواجبي، يعني ما اقدرش اقعد بيها كده. انا برضو من الناس اللي بحب يبقى مهتمة بنفسي في البيت. آم، مش بحب ابقى شكلي مبهدل، يعني يعني ممكن ابقى لابسه عادي وكده ولما شعري وكل حاجه، بس يبقى شكلي مهندم، يعني ميبقاش شكلي مبهدل. تعالوا بقى ايه نحط فاونديشن. انا ماليش طريقه معينه يعني في الفاونديشن، كل مره تلاقيني بغير شويه بالفرشه شويه آم، بالسبونج يعني ما اعرفش، يعني بحس كله في الاخر نفس النتيجه. استني احط كتير، انا مش من النوع برضه بحط فاونديشن كتير، انا مجرد بس ايه اعمل اسمها ايه توحيد يعني لون البشرة.
عشان كده انا بيبقى مناسب ليا البيبي كريم، يعني بحب البيبي كريم. بيبقى خفيف وفي نفس الوقت بيوحد لون البشرة، بس هو اللي انا عايزاه يعني. بس برضو فيت مي بصراحة من الحاجات زيه، يعني مش من النوع التقيل خالص يعني، عشان كده بحبه. ولما بحط بعدين انا معرفش، مش عارفة، ما بحطش الاتنين، يعني ما بحطش كونسيلر وفاونديشن يا ده يعني. احط كونسيلر وداري بيه يعني العيوب اللي في وشي، وبعدين اوزع بالباقي بقى على بيض بشرتي، يا زي ما انتوا شايفين كده استخدم فاونديشن وبرضو بداري بيه الهالات. ممكن عشان انا برضو الهالات عندي مش قوية يعني، في اوقات طبعا ببقى تعبانة مش نايمة كويس مش عارفة ايه، الهالات بتزيد، فساعتها بحط كونسيلر غامق شوية اللي هو ده، وبعدين احطه في ايه بقى ايه الكونسيلر الفاتح او الفاونديشن. بكونوا فاهمين حاجة، عشان حاسة مش فاهمة نفسي اساسا. انا من الناس اللي لما بتفرج على فيديوهات ميك اب يعني، بس تكون ASMR يعني، بنام على فكرة. مش عارفة انتوا برضو كده ولا ايه، يعني بتهدي اعصابي ان انا اشوف حد بيحط ميك اب وبيتكلم بصوت برضو مش عالي قوي ومفيش دوشة. اي نعم عندي الشارع شوية دوشة، بس بحس ان انا بيعملي كده ريلاكس وبنام. وبعدين اكتشفت لما الناس بتقعد تقولي احنا ما بننامش على غير على صوتك ومش عارفه ايه، طبعا انا كنتش الموضوع ده بالنسبه لي ما كنتش واخده بالي منه اساسا. بس افتكرت بقى حاجه، ان انا ايه لما كنت مخطوبه فكنت دايما بتخانق على ايه، ان هو كان بي يعني زي ما قلت لكم انا كنت من القاهره، انا من اسكندريه وهو من القاهره، ف كنت مش بشوفه كتير يعني. وكان بقى بستنى بقى ايه بالليل نتكلم، لانه طبعا هو الصبح في الشغل بيروح على القهوه مش عارفه ايه، فيرجع بالليل مستنيه انا المكالمه بتاعت بالليل بقى نتكلم، احكي له بقى عملت ايه في يومي مش عارفه ايه الكلام ده كله. ف كنت يعني دوبك بس لسه بنتكلم مش عارفه ايه، بحكي مثلا حاجه يا ابني انت معايا مش عارفه ايه انت بتردش ليه، وهو طبعا يكون فين في سبع نومه. فطبعا بقى اقفل وانا زعلانه جدا ومتعصبه، واروح بعتله بقى عريضه بقى مسج كده حلوه كده جميله، يصحى كده عليها الصبح، واصحى الصبح يكلمني اكمل بقى خناق، ان انت ازاي بتنام وتسيبني وانا مستنيه اكلمك وانا مش عارفه ايه بلا 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 بقى اي مشاكل قد كده. فكل يومين بجد كنا نفس المشكله، اللي هو انا بتكلم وهو يا عيني ينام. ف فاكتشفت بجد ان هو كان مظلوم، وان انا تقريبا صوتي اللي كان فيه مشكله وانا مش عارفه. مش عارفه طبعا انتوا حاسيني فاتحه شويه، بس انا عشان بحب اجيب درجه فاتحه السنه، عشان انا بحب البلاشر يكون غامق شويه، فبيظبط بقى اللون بعد كده. احط البلاشر ده اوكي. بصراحه حبيته قوي من ساعه ما جبته، وما كانش غالي خالص، كل شويه اقول لكم عليه، اللي هو تنت بلاش من MN، بحب لونه بصراحه. بصوا بقى، فهو ايه بيظبط بعد كده هتلاقوا اللون اتظبط. بعدين انا برضو مش من الناس اللي بحب اجيب ميك اب كتير او ميك اب غالي قوي يعني، احب اجيب حاجات العاديه متوسطه بصراحه، لان انا زي ما قلت لكم انا مش بحط ميك اب كتير يعني. فلا مش بحب بصراحه اجيب ميك اب غالي قوي يعني اوفر. ممكن اجيب حاجات اللي بقى لو مثلا ماسكارا عشان الماسكارا يعني، والله جبت سيبال ما كانتش غاليه،
وكانت حلوة. اي نعم هي مشكلتها فرشتها تقريبا هوريها لكم دلوقتي، هحطها دلوقتي واوريها لكم. تعالوا كده. بحب برضو اعمل حواجبي افتحها شوية، فاهمين؟ بس ايه، بالباودر كده. بحط شوية على الفرشة، امشي كده ايه على الحواجب. خليني اقول لكم بقى، انا خريجة اداب اجتماع جامعة اسكندرية. الحقيقة يعني ما تسألونيش يعني ليه اجتماع. هو كل الفكرة ان هم قالوا ان انتي لو جبتي تقدير في تانية جيد تقريبا اعتقد على ما اتذكر، يعني ممكن تدخلي شعبة اعلام. فانا حبيت الفكرة ان انا اخش حاجة اعلام يعني، فاهميني؟ بس طبعا للأسف مش كل اللي بنحلم بيه بيحصل يعني. كده بصوا فتحتها شوية تمام. ما دخلت، ما جبتش تقدير. وعلى فكرة انا الجامعة بالنسبة لي كانت من اسوأ الفترات الدراسية في حياتي كدراسة، يعني مش كفترة يعني. الدراسة في الجامعة معرفش كل الجامعات كده ولا هي اللي انا بقى دخلتها كده. لا هي مش مناسبة ليا تماما يعني. انا عانيت جدا عشان اتخرج. الحمد لله يعني ما سقطت سنة واحدة بس، يعني سقطت اولى لاني اتصدمت من طريقة المذاكرة او المنهج المختلف. يعني انا طالعة من ثانوية عامة، انا كنت ادبي طبعا. متعودة كم معين، بحفظ شوية حاجات. انا برضو مش بتاعت حفظ قوي، بس كنت بحاول ابسط الحاجة لنفسي وافهمها. واقعد اشرحها كده لنفسي عشان افهمها وتدخل في دماغي. لا دخلت بقى الجامعة لقيت كم حاجات عايزة تتحفظ. لا انتوا مش متخيلين، اكيد اللي اداب مثلا او كده هيفهموا. هي على حسب برضو كل شخص يعني. في ناس بتحب الحفظ وبالنسبة لها تمام، لكن انا احفظ، انا بالنسبة لي احفظ حاجات كلام اصلا مش مفهوم. هو كده بالظبط. الكتب انت بتقري حاجات هي يعني لغة عربية مش مفهوم بالظبط ايه اللي بيتقال ده. يعني انا كنتش فاهمة اصلا انا بذاكر ايه. لا لان الجامعة بصراحة ما كانتش التعليم مختلف تماما عن المرحلة الثانوية، ومفروض يبقى فيه تهيئة اكتر في ثانوي لمرحلة الجامعة. معرفش دلوقتي بقى لما النظم هتتغير وكده هل هتبقى الدنيا احسن ولا لا، مش عارفة. بس انا كانت صدمة في حياتي بصراحة. الجامعة كانت صدمة في الدراسة عندي يعني. وبعدين بقى دلوقتي لما بقى كبرت وكده قلت يا ريتني كنت دخلت علم نفس، لان قعدت كده فترة بقى لما كان عندي كده شوية مشاكل نفسية. فقعدت بقى ايه، تعمقت كده في علم النفس وبدأت افهم. لا حبيته بقى اللي هو بقيت. بس انا عارفة طبعا ان الدراسة في الجامعة مختلفة عن اللي انا بقراه يعني. بس لا كنت حابة اشتغل حاجة مثلا في علم النفس. وبعدين انا برضو بحب يعني بحب اسمع وبتأثر بطريقة يعني، لا طريقة تضايق يعني. بتأثر جدا، حساسة جدا، بتأثر بمشاكل اللي حواليا. بتأثر لما اشوف حد متضايق ببقى عايزة اساعده. على فكرة هي مش ميزة قوي يعني فيها عيوب كتير بصراحة. لان اكتشفت يعني، انا كنت فاكرة الناس كلها عادي بتتأثر، اكتشفت لا الناس مش كلها مش كده. انا كنت يعني على نياتي شوية، اللي هو مش كل الناس على فكرة بتحس وبتتأثر زينا او زي يعني باللي بتشوفه. في ناس على فكرة ممكن تشوف قدامها حد بيموت، حد بيتقهر، يتهزلهاش شعرة، ولا حتى يعني تنام عادي وما
ما تفكرش اصلا، زي ما الناس بتأذي بعض وتروح تنام عادي من غير ما ضميرها يأنبها ولا اي حاجه. فاهم؟ انا بصراحه ما كنتش فاكره ان في ناس ما فيش احساس بقى خالص، يعني كنت فاكره الاحاسيس يعني ناس بتحس قوي، ناس بتحس شويه، ناس لكن ناس ما بتحسش خالص. لا ما كنتش فاكره ان في ناس كده. فانا من الناس اللي بتتاثر بصراحه بسهوله باللي حواليها، بس عشان بس المتفقين مش هبل، عشان في ناس بتفتكر ان الشخص الحساس لما تقولي مثلا لحد انت حساس قوي، يا ده انا كده كأني بشتمه مثلا، انت شخصيه او شخصيه هبله او عبيطه. لا 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 خالص، بجد انا ببقى فاهمه كويس جدا اللي قدامي. وكمان يعني اللي بيخليني حساسة، ودي حاجة حلوة مش وحشة، ان الحساسية دي بتخليك تحس باللي قدامك، هل هو شخص كويس ولا وحش، هل هو بيكذب عليك ولا لا، هل هو بيشتغلك ولا لا، وبتكون فاهم ومكبر. يعني انا ممكن ابقى فاهمة اللي قدامي كويس ومكبرة دماغي، يعني مش لازم اروح اتخانق معاه. بس الشخص الحساس مش معناه خالص انه شخص اهبل او بيضحك عليه، يعني مش ده معناه خالص، عشان الناس عندها ربط في المفاهيم كده مش عارفه جايه منين. طيب تعالوا نعمل كونتور. انا حاسه اني عملت معاكم الحاجات دي قبل كده، بس يعني هو ده الميك اب بتاعي لو ناويه احط يعني. ماشي نعمل يعني، مفيش مشكله، عيد تاني. انتوا بس متزهقوش. هناخد كده لون بني. طبعا لو انتي بشرتك دهنية قوي بتبقي عايزة كونتور ستيك اكتر، لانه بيبقى ثابت اكتر، يعني ده مش هيبقى ثابت معاكي قوي بالاي شادو، يعني مش هيبقى ثابت قوي. تبقي عايزة بقى الاتنين، لو تستخدمي الاول مثلا كونتور ستيك، بعدين اللي هو كريمي يعني، وبعدين تثبتيه بالباودر. لكن انا بالنسبة لي بيبقى ثابت بصراحة. بعد كده بسحب كده تحت حواجبي. وده بصراحة يمكن انا بقيت اعمله، يعني انا كل فترة كده بتلاقوني بغير واتبع تكنيك معين. كان ده احدث تكنيك عندي. كنت عايزة اكلمكم بجد في موضوع، لما كنت بقول لكم ان انا حساسة وبتأثر بالمشاكل وكده. فعندي على التيك توك بيتابعني بصراحة بنات، بسبب ان انا كنت بحكي الستوري تايم وكده. ف عارفين السن الصغير ده بجد بيحس قوي مين بيحس بيه يعني. فبصراحة بيجيلي كمية رسايل من بنات تينيجر، يعني مثلا من 14 لغاية 18 19 سنة، تقطع القلب يا جماعة والله. يعني اي ام بجد بتتفرج عليا وعندها بالذات بنات، لان البنات بتبقى حساسة اكتر طبعا، وطبعا ولاد، يعني ممكن الولاد على فكرة بيبقوا حساسين بس مش بيقولوا. فالبنات بجد محتاجة اللي هو مش دلع بس، اهتمام مضاعف شوية بالحتة كده العاطفية عندهم بتبقى فاهمين، اكيد كلنا عارفين البنات يعني. فعايزة اقول لكم انها يعني المشاكل اللي بيقولوها بتبقى مشاكل صعبة، خصوصا انها جاية من الاهل، يعني اللي مامتها بتتنمر عليها على شكلها على شعرها، اللي باباها مثلا مش مهتم، اللي باباهم سابهم ومشي. فانا عارفة يعني الكلام اكتر. الموبايل هيقع ولا ايه؟ يعني كلامي طبعا موجه اكتر للامهات يعني. وعارفة انه صعب ان انتي تبقي الدورين مع بعض، يعني تبقي دور الام والاب لو الاب مش موجود. بس الست تقدر الى حد ما، يعني مش بقول طبعا 100%، الى حد ما انها تعمل كده. لكن الراجل بتبقى صعبة شوية ان هو يعمل دور الام والاب، يعني هو مش عارف يقوم بدور الاب لوحده، هيقوم بدور الام كمان.
مش عايزة ابقى متحاملة قوي، بس انا زي ما قلت لكم انا مع الست جدا والله، في الحق مش في حاجة تانية، بس هو الحق ان الاغلب دلوقتي اللي انا بشوفه الرجالة رامية ايديها والستات هي اللي شايلة، فالمسؤولية يعني زيادة قوي على الست، سواء مسؤولية على فكرة ساعات بتبقى مادية كمان، وكمان المسؤولية النفسية، ودي أصعب كمان بصراحة، انك تقدري توفري ظروف نفسية كويسة للأولاد في المجتمع اللي احنا بقينا عايشين فيه، بقت حاجة صعبة جدا، لأن حاسة ان احنا بقينا في مجتمع كله مرضى نفسيين، فان انتي تطلعي، حتى احنا مرضى يعني، كلنا عندنا مشاكل نفسية اكيد يعني، بس الفكرة ان احنا لازم نشتغل على نفسنا عشان نعرف نطلع اولاد اسوياء، فهي حاجة صعبة جدا. بصوا بقول لكم بقى ايه، علم النفس هيشتغل وهدخلكم معايا فيه. فنرجع للميك اب احسن. ممكن برضو اعمل كونتور كده بسيط من فوق كده، اعتقد هيتوزع دلوقتي. بس بجد يا جماعة يعني اسمعوا ولادكم، شوفوا مشاكلهم، ما تسيبهمش، حاولوا تفهموهم، مش كله خناق وخلاص ومذاكرة وخلاص. على فكرة انا بقول لنفسي الكلام ده، تفتكروني ان انا فظيعة مثلا مع ولادي، لا انا عندي مشاكل برضو مع ولادي، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اتكلم معاهم، ان انا اتابعهم، فالموضوع مش سهل خالص. فانا بكلمكم من الواقع برضو اللي انا فيه. اي نعم ما عنديش بنات، كان نفسي صاحب عندي بنوته، بس بعد كده يعني سبحان الله طبعا بقيت والله العظيم احس ان دايما الاقدار اللي ربنا عاملها لي هي الاحسن والافضل. يعني انا دلوقتي بقيت اشوف لا، ان انا عندي ولدين، هما ان شاء الله يا رب يبقوا دايما صحبه مع بعض، غير لما يكون عندي مثلا ولد وبنت، فالبنت ليها برضو اهتمامات، الولد ليه اهتمامات، ف يعني الحمد لله على نعمة الأولاد كلها سواء ولاد ولا بنات يعني. بس حسيت ان انا لا، ان انا خلاص متأقلمة مع الولاد، لو كنت جبت بنت مش هعرف اتأقلم قوي يعني. فكل بصراحة كل حاجة، كل يعني سواء ولد او بنت، كل واحد ليه مشاكله يعني. بس انا بصراحة ما كنتش متخيلة ان انا هعرف اربي اولاد يعني، دي حقيقة. لكن لقيت نفسي لا، انا الحمد لله يعني صعب ومش سهل خالص، بس الحمد لله ربنا مقدرني يعني. فربنا بجد بجد بيدي كل واحد على قد اللي هو يقدر عليه. يعني انا كنت جاتلي فترة انا اصلا حاسة ان انا فضفضت بزيادة. انا مامتي متوفية من وانا عندي 5 سنين، كنت ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، كنت بحس ان انا ممكن مثلا لما اتكلم في الموضوع ده اعيط، لو ما اعرفش عارفين لما يكون عندك نقطة كده، مش عايزه نقطه ضعف يعني، بس اللي هو حته كده بتوجعك لما تتكلمي فيها. الحمد لله دلوقتي لما بقيت مقتنعه ان لا، ربنا اكيد عمل كده، انت لو ما كانش حصل لك كده، ما كنتيش بقيتي الشخصيه اللي انت فيها دلوقتي، المعتمده على نفسها، اللي قادره تكون كمان. يمكن ده خلاني ادي حاجات لولادي انا كنت مفتقداها، فادي اولادي يعني اخلي اولادي احسن. فاكيد اي واحده فينا عايزه ايه غير ان ولادها يكونوا احسن. فحاسه ان التجربه ان مامتي توفت من وانا صغيره ممكن ما تكونش حاجه وحشه قد ما هي تكون حاجه حلوه، علمتني حاجات واستفدت منها حاجات كتير. فدايما بحس ان ربنا كاتب حاجات يمكن احنا مش شايفينها في وقتها، بعد قدام شوية ممكن يبقى قدام كتير، بس في وقت كده هتحسي يا ده ربنا هو اللي كان فعلا كاتب لي الخير يعني. فالحمد لله على كل شيء والله. طب ايه، احنا كده ظبطنا الدنيا خلاص. بس كده تمام. برضو ايه كده بالباودر. هحط كده كحل من جوه. انا بقى كتير ما عملتش الحركه دي، هعملها واجيلكوا عشان في ناس بتتضايق. انا حطيت كده الكحل من جوه ورحت سحباه
هسحبه برضو بالفرشة. هو مش ايلاينر يعني، مجرد كده بس يسحب العين. ممكن احط برضو اي شادو. ثانية، عايزة احط حاجة فيها جليتر، مش عارفة ليه، حاجة تكون فاتحة يعني. اوكي. اصلا بقى ما حكيتلكمش انا ايه علاقتي بالاي اس ام ار. اول بصراحه ولادي هما اللي قالوا لي عليه. يعني جاء ابني بيوريني فيديو، بيقول لي ده بصي ماما، يا ابني ده اي اس ام ار. ايه ده معناه ايه، مش عارفه ايه. اللي هو بس كان عماله ابص هنا ومفروض ابص هنا، مش مهم. اللي هو كان بس كان اي اس ام ار للاكل. وانا مش بحب بصراحه قوي النوع ده من الفيديوهات اللي هو فيه صوت، عارفين الاكل وكده. مش يعني من الحاجات اللي بحبها، بتضايق منها. فعشان كده بقول ان دايما ده حاجة مش كل الناس على فكرة بتحبها. وممكن يبقى حد يحب نوع معين، مثلا يحب مثلا السوفت سبوكن، يحب الهمس، يحب رول بلاي، يحب يعني كل واحد بيبقى ليه الحاجات اللي يحبها، وممكن ما يحبش الحاجات التانية، عادي جدا يتضايق منها، زي ما انا بتضايق من صوت الاكل مثلا. ف قلت له ايه القرف ده ومش عارفه ايه، انا مش بحب الحاجات دي. وبعدين بقى ايه، قلت كده ادخل وابص، يعني انا بحب اعرف ولادي بيتفرجوا على ايه برضو. فقلت ادخل كده اعمل سيرش وافهم ايه ده عبارة عن ايه. فدخلت بقى ايه، بدأت اسمع حاجات، فحسيت ان انا ايه، وانا الفترة دي اصلا كنت تعبانة نفسيا، ما بنامش كويس. ف يعني لدرجة ان انا رحت لدكتور نفسي، وكان كاتب لي يعني مهدئ يخليني انام. فلقيت ان انا، وانا بصراحه يعني ما بحبش الادويه وكده، خفت اتعود عليه، فيعني اخدته مثلا اسبوع ولا حاجه وبطلته من نفسي كده. ف... فلما بقى شفت فيديوهات الاس ام ار ولقيت نفسي بنام وانا بسمعها، ده من هنا بقى بدأت معايا الموضوع ان انا ادمنها بقى، اللي هو بقيت احبها. وبقيت بقى الاول طبعا شفت حاجات الاول عربي ومصري وكده. في الاول خالص كان لا، كنت شفت حاجات الاجنبي الاول، اللي هي لما ابني وراها لي كانت حاجات اجنبي. وبعدين بدأت بقى اشوف بقى حاجات، يطلع لي بقى حاجات طبعا عشان عملت سيرش، بدأ يطلع لي بقى حاجات مصري وكده وعربي عموما يعني. مش هضحك عليكم، ما حبيتش قوي المحتوى العربي او المصري، او يعني قليل قوي اللي حبيته، حاجات قليله جدا عشان برضو اكون صادقه. الاغلب ما حبيتوش، ما عجبنيش. بقيت اكتر بصراحه اتفرج على الاجنبي، يعني انا معظم اللي بتفرج عليه اكتر اجنبي. لا هم محترفين بصراحه فيه، في كل حاجة بقى، تصوير، صوت، أصوات بقى يظبطوها ازاي، تقمص حتى في الرول بلاي، لا لا يعني فظاع بجد. بس وبعدين عادي بقى انا بتفرج وعادي، عمري ما جه في دماغي اصلا ان انا اعمل الحاجات دي. يعني ممكن احط من تحت كحل، بس هحط بني من تحت هنا. اوبس. تبقى دي الماسكارا اللي كنت بقولكوا عليها، اللي هي سيبال. مش باين الكلام، مش باين صح. سيبال 3D ماسكارا. ناس كتير اتكلموا عنها، وبصراحة هي حلوة بس بتهبب. فرشتها كبيرة شوية بتطلع كمية كبيرة جدا، فعشان كده هي دي مشكلتها. بس لا، ممكن بعد ما تحطي
ترجعي تسرحي تاني حواجبك ايه، رموشك، بفرشة بقى تانية تكون مفيهاش حاجة، او فرشة ماسكارا مثلا خفيفة شوية. خليني بس استخدم مراية عشان مش هشوف. نسيت اعمل اللي هي اللاش كيرلر، بس هي بتبقى حلوة والله، انا بحبها. احسن حاجة عشان تحطوا الماسكارا من غير ما تهبب، تمسكوا المراية كده ايه من تحت، عشان شايفين؟ بصوا يا جماعة، كوت واحدة ولسه ما كملتش الكوت، وفرق ازاي. فهي حلوة جدا، بس تاخدي بالك ان انتي ما تبهدليش عينيكي، وحاولي تمسحي الفرشة كويس. فبقول لكم بقى ان لما بقى بدأت اعمل بقى ستوري تايم، فالناس قعدت تقول لي صوتك حلو ان انتي تعملي ASMR. فشجعوني بقى بصراحة، الناس هي اللي شجعتني. قلت اجرب، خلاص هعمل فيديو جرب. كان اول فيديو بقى اعمله اللي هو بتاع الميك اب، لما واحده صاحبتها جايه تحط لها، هي جايه تحط لها ميك اب عشان وجوزها مستنيها ومش عارفه ايه، اللي هو بصراحه اكتر فيديو جاب لايكات يعني. الناس عجبها جدا، وانا برضو يعني مع ان انا برضو شايفه نفسي لا، ده هو ده كده اسمه لا ده كده مش اسمه، ده كده هبل. بس الناس حبيته وانا حبيت طريقتي كده، يعني انا حبيت الطريقه دي، مش حابه ان انا مش حابه، معرفش، مش حابه نفسي وانا قاعده بوشوش. يعني في ناس بتعمل الموضوع ده حلو جدا وكده ولايق عليها، انا مش حاسه نفسي فيه، حاسه نفسي اكتر في طريقتي كده، او ان انا اعمل ادوار، ان انا بحب اتقمص الشخصيات شويه. يعني انا ما اقدرش اقول على نفسي يعني آه، كويسه يعني او كده، يعني بحاول، بس لسه قدامي شويه عقبال ما اكون بيرفكت يعني في الموضوع. لان الموضوع اكتشفت لانه مش بالسهوله اللي هي تبدو عليه، يعني الاصوات ما بتطلعش مظبوطه زي ما انا شايفاها مظبوطه. يعني أنا ممكن اكون بعمل الصوت وانا فاكره هيطلع واو، يطلع لا الصوت عالي قوي. خصوصا بعد كمان ما الفيديو بينزل، لا بقى الصوت بيتغير، في اصوات انا متوقعاها حلوه تطلع لا مش حلوه. فالموضوع عايز خبره برضو شويه، يعني اكتشفت ان هو عايز تدريب وخبره. بس انا يعني بقيت بحس نفسي مبسوطه وانا بعمل الحاجات دي، زي ما يكون مثلا بطلع حاجه من جوايا كده، طاقه جوايا مثلا سلبيه بطلعها، بس بتطلع على شكل حاجه ايجابيه. معرفش، مش فاهميني ولا لا، بس بحس اني مرتاحه بعدها. فانا مش بعمل ده بس عشان انتوا عاجبكم، انا بعمل ده عشان انا نفسي برتاح لما بعمله. فيا رب يكون وصل لكم الطاقه اللي جوايا، مش السلبيه اكيد، يعني الطاقه الكبيره اللي جوايا اللي انا عايزه اعملها. بس فبصوا بقى كده ده كده كوت واحده، يعني ممكن لو نشفت وحطيتي بس ممكن تكلكع، يعني ما جربتش قبل كده، بحس كفايه واحده قوي. فبحس انها ممكن تكلكع لو عملتي مره كمان. نحط بقى هايلايتر. انا حاسه اني طولت قوي، وانا كنت في الاول مش عارفه اصلا هقول ايه، انا عماله ارغي، بس حاسه ان الكلام ملخبط كله، بس اكيد انا عندي احساس انتوا هتفهموني. انا كمان انا شخصيه بصراحه تلقائيه، مش عايزه اقول ان انا شخصيه بقى عماله اطلع في نفسي المميزات وكده، لا اقول لكم عيوبي عادي جدا. بس انا تلقائيه بطريقه متخلفه برضو شويه، يعني لو قعدت معايا هطلع كل جوايا عادي واتكلم عادي ومش عارفه ايه، ومش هركز. ممكن اقول كلام ممكن يضايق، ممكن اقول كلام ممكن يعني مش بشتم مثلا او بغلط، بس ممكن اقول رايي مثلا في حاجه انا ببقى وجهه نظري بقوله وانا خايفه على اللي قدامي، او بقوله اكن انا بكلم نفسي يعني. وطبعا ده غلط، مش كل الناس بتتقبل رايك، يعني حتى لو رايك صح لازم برضو يبقى فيه شويه ايه سياسه كده ودبلوماسيه في الموضوع، بحاول اتعلمها يعني. احط بقى هايلايتر.
تمام كده، عدت شفايفي عشان نقفل بقى الفيديو، كفايه كده زهقتوا مني. على فكره سيبال برضو اللي هو ده الليب لاينر بتاعهم يعني، ده بس اللون ده بالذات اسمه ايه، انا فاكره كنت فاكره اسمه، ممتاز والله يا جماعه وثابت جدا. اولد بينك، فهو حلو جدا وثابت يعني، انت ممكن ترسمي بيه شفايفي كلها، هو ناعم اساسا. ارسم لكم بيه شفايفي كلها. بس انا بس هو مش بينك، هو جاي اكتر على بني يعني، او بينك بني مثلا، مش عارفه، هو لون الشفايف يعني شويه. شوفي المرايه بس. تمام، احط اللون ده، مش عارفه احط لون ايه، بس ده حلو يعني، بس مش بتقل منه. لما بيتقل قوي بيبقى، او انا مش بحب الروج تقيل قوي يعني. يعني يا رب تكونوا انبسطتوا معايا النهارده وما زهقتوش من رغي اللي هو بلا هدف يعني. اكتبولي يعني لو حابين تعرفوا عني حاجة تانية، حابين اكرر الفيديو، ماني ما اعتقدش اني هكرره تاني. قولولي برضه. على فكرة انا بقرا والله كل الكومنتات، بس مفيش وقت حقيقي ارد على كله، بس انا عايزة يعني على طول ما بيجيلي فرصة ببقى عايزة بجد. معلش يا جماعة ببص هنا، عايزة اشكركم على ان اي حد بجد، كفاية ان اي حد بياخد من وقته ويكتب لي كومنت، يتفرج على فيديوهاتي، يبعت لي حتى مسج. في ناس بتبعت لي مسجات مش عشان مثلا تحكي لي مشكله او كده، عشان بس تقول لي اللي انت بتعمليه حلو او استمري، او يعني عارفه ده دليل، عارفين يا جماعه دليل على ان دي ناس نضيفه من جواها، ان هي بتشجع اللي حواليها بدون هدف، بدون مقابل، بدون اي حاجه. هي عايزه عندها كلمه حلوه بتقولها لحد ما تعرفوش اصلا. فببقى بجد ممتنه جدا للرسائل والكومنتات دي، فبجد بشكركم من قلبي يعني. في هنا حته طالعه، بس مش هحط بقى ليب جلوس، يعني مشكله الليب جلوس ان هو بيخلي الروج مش ثابت، فانا مع اني بحب شكله بس عشان يثبت معايا اكتر فمش هحط. نتقل شويه هنا. ممكن بقى نحط فيكسنج سبراي عشان اي باودر او كده ما يبقاش شكله، فاهمين شكل البودرة ده كده بيبقى شكل بيضايق شويه. قولولي بقى لو عجبكم الميك اب كمان، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. برضو قولولي افكار، دايما بقول لكم قولولي افكار، لاني حقيقي باخد افكار منكم وبعملها. بس كده اللوك النهائي، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.